ايه العظمه دي؟ من احلى الصواني اللي انتوا هتاكلوها في حياتكم. لا لا لا، ايه ده، جميله قوي. دي انا عايزاكم تعملوها وصدقونا انتوا اللي هتشكرونا في الكومنتات. من احسن الصواني اللي ممكن تتعمل في العزايم وفي صينيه واحده بشويه مكونات بسيطه اكيد موجوده في كل بيت، وفي الاخر النتيجه بتبقى 5 نجوم. صينيه كامله فيها خضار وبروتين وكارب. احنا النهارده عاملين لكم عظمه. السلام عليكم حبايبنا في الله. معانا 4 حبات بطاطس، او يعني كيلو الا ربع كده. هنقطعها مكعبات كبيره كده وهنسلقها. هنغطيها ميه ونسيبها تغلي لحد ما تسلق. معانا 2 فلفل الوان، هناخد نص من كل واحد، اي تقطيع كده على الكب على طول. معانا بصله نقطعها برده مكعبات. ست تقول لهم ان انا في الفيديو ده انا اسمي ايه، كابوري، وبرده على الكب على طول. هنسمي الله ونضربهم الاول زي ما هم كده في الكبه. بسم الله. معانا نص كيلو لحمه عشان احنا هنعمل كميه. انتوا لو عايزين تعملوا كميه صغيره اعملوا نص الكميه اللي احنا بنعمل برده على الكب. دي ضربه حلوه كده. هنكفته تسمع. بسم الله. هننزل بالتوابل بتاعتنا، بابريكا، ملح، جنزبيل، شويه كزبره، فلفل اسود، وبهارات لحمه. ومعانا قطعه ليا مبشوره، ولو اللحمه بتاعتكم سمينه تقدروا تستغنوا عنها. طبعا لو ما عندكوش بقسماط بنحط معلقه دقيق، وده عشان السوائل كلها تختفي. بس الاحسن معلقه بقسماطين، مزج مبرح. وطبعا ماما مش عارفه تقلب عشان ماما كابوري. السوشيال ميديا كلها بقت تقول عليا كابوري. ما هو عارفه ده حبا بقى. قلبنا كويس وتاكدنا انها مسمغه بالشكل التحفه ده. نبدا بقى نعمل ايه؟ نكورها كور. كل واحد يعمل الحجم اللي يحبه. احنا بنحب الحجم ده، انتوا بقى عاوزينها كبيره صغيره صوابع براحتكم. هي المفروض ان هي تقعد في التلاجة ترتاح بعد الضرب دوت مثلا ربع ساعه تلت ساعه، بس احنا مستعجلين. الكميه اللي عملها نص كيلو لحمه، يعني كميه كبيره. نحطهم في التلاجة لحد ما نخلص باقي الخطوات. معانا نص كيلو كوسه هنقطعه شرايح. هنقطعها بالشكل ده كده. نصين الفلفل اللي كانوا باقيين من الاول هنقطعهم بقى مكعبات صغيره وننزل بيهم على الكوسه على طول عادي. ويلا نوريكم الباقي. وفي الصينيه اللي هنسوي فيها هننزل بشويه زيت كده. هنسمي الله وهننزل بالكفته. بعد ما خدت لون نطلع الكفته على جنب. هننزل بالبصل في نفس الطاسه. اول ما البصل يدبل سنه هننزل بالكوسه والفلفل الالوان، وهننزل بمعلقه صغيره توم. هنبدا ننزل بالتوابل، معلقه ملح، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، ويفضل تبقى مدخنه. نبدا ننزل ب3 طماطم متقطعين مكعبات، والافضل ان احنا ننزل بطماطم متقطعه مش صلصه. هننزل بنص معلقه مرقه فوريه. بعد ما البطاطس اتسلقت وصفيناها من الميه هننزل عليها بمكعب زيت، يعني حوالي 50 جرام كده، معلقه كبيره. ندي هرسه كده. انت مش هرستها، دمرتها. انت مش عاوزاها مهروسه. هننزل عليها بنص كوبايه لبن. كريمه، احنا عاوزينها توصل بالشكل التحفه ده. كريمه، معلقه بابريكا. دايما استخدموا بابريكا مدخنه، تدي طعم اجمل بكتير. نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه ملح صغيره او زي ما تحبوا. يعني ندي تقليبه سريعه وننزل عليها يعني شويه حلوين كده، ميكس جبن او جبنه موتزاريلا اللي انتوا بتحبوه. يعني هو المتاح عندنا ميكس جبن. شويه كتير كده، يعني شويه كتير. انا ههرس عشان ماما مش قادره تهرس. ليه كده؟ عرفت. انا الملكه ما تعملش حاجه. الملكه ايديها وجع. الصينيه بتاعتنا اللي فيها الكوسه والحاجات شكلها تحفه كده. ليه؟ ده انا قعدت ساعه افرد فيها. بضيف التاتش بتاعي. طب سيبي لو سمحت اهو. ناقصه ملح. شفت بقى فايده ان انا احسن هتتنكش تاني. بس انا بحب الحاجه تنقص ملح. ليه بقى انا بحبها تنقص ملح؟ علشان نعرف ازود ملح. انما لو زاد الملح انت ممكن تفهميني بجد. بعد ما اخلصها مؤمن بالشكل التحفه ده هنبدا نرص الكفته. اعمل بقى انا حاجه هفردها لك وانت لا تفردي. ماليش، انت افرد. ده انا افرد اسهل. لا ماليش. طب والله عشاني. لا ماليش دعوه. والله عشاني. ما تحسسنيش ان انا طب ماليش. قولي هنعمل ايه الخطوه؟ هننزل بقى بالبطاطس بتاعتنا. ده الرق الاخراني، لا مش الاخراني، اللي قبل الاخير. ونبدا بسم الله نفرد البطاطس كده. بعد ما فردنا رق صغير من البطاطس نبدا نتوصى. حط بقى رق ميكس جبن كده وصايه قلوا ايديكم. بعد كده بقى على الفرن على طول. فرن ساخن مسبقا في الرف اللي في النص على درجه حراره 180 لحد ما الوش يحمر وتبقى 100 100. وبعد ما طلعناها من الفرن بالشكل التحفه ده شكلها قمر. يلا ندوق عشان انا مش قادر. ايوه بس ادي ايدي. ابعد ايدك انت. بصي الله بص المطه. بص الجبنه ما شاء الله. ايه العظمه دي؟ من احلى الصواني اللي انتوا هتاكلوها في حياتكم. هي قريبه لفطيره الراعي بس دي احلى. لا دي احلى من فطيره الراعي بكتير. بكتير. لا لا لا، ايه ده، جميله قوي. عندنا ضيف كده جميل هيدوق. دوق كده وقول لي عجبتك بجد. سلام.
حتى الضيوف هتنبهر زي ما انبهر الضيف الصغنن ده. تحفه بصراحه عامه كلها. حتى تحفه دي قليل عليها. عاوز عزومه وطعم جديد خالص جدا. انا عاوز اقول لك اساسا ان كمان للاطفال يعني هو ده وما حسش ان فيه كوسه مم. ومفيش طفل بياكل كوسه كتير قوي من الاطفال ما بيحبوهاش. فهي مش باينه خالص فانا كنت متوقع انها تبقى عادي كفته ببطاطس يعني بصوا هي فعلا مش حاجه عاديه خالص. ودي انا عايزاكم تعملوها وصدقونا انتوا اللي هتشكرونا في الكومنتات. من احسن الصواني اللي ممكن تتعمل في العزايم وفي صينيه واحده. ايوه كله في صينيه واحده. خضار موجود لحمه موجود تكلفه قليله جدا لانها نص كيلو لحمه مفرومه والدنيا صعبه قوي تقدروا تجيبوها مستورده وتحطوا عليها ليا هتدي نفس الطعم والله العظيم. وربنا يعين الناس وفي الحر ده بقى احنا مش عايزين طبيخ كتير وحاجات كتير جدا دي تستكفى. اقصى حاجه معاها ممكن طبق رز صغير او عيش وهتبقى تحفه. والف هنا جربوها هتدمنوها ودمتم سالمين والى اللقاء.